لموضوع تصريحات الشيباني عن تواجد نووي أو وجود نووي سلمي في سوريا، كيف تقرأي هذا المشهد؟ وشو الغاية من هذا التصريح من وجهة نظرك؟ إنه ليش عم بيصرح بهذا الوقت الحساس، يعني في وقت إنه إسرائيل عم تقصف مناطق في سوريا، بيطلع بيقول الشيباني إنه نحن بدنا عنا مفاعل نووي مدني لأغراض سلمية. ليش هذا التصريح؟ شلون شفتيه؟ شلون قرأتيه؟ شو الغاية منه؟ هلا استاذ كمال، بصراحة هو التصريح بدك تشوفه. انا تابعت الصفحات الاسرائيلية اللي تكلمت عن هذا التصريح، وبدك تشوف التعليقات اللي مكتوبة من الاسرائيليين والامريكان والى اخره، بين قوسين سموه مثل دعوة الى الغزو، يعني وربطوه تماما بما حصل بالعراق. يعني احنا عم نحكي عن المواطنين الامريكان والمواطنين الاسرائيليين، غير التحليل الاسرائيلي اللي نشر عندهم إنه ما دام وجود مواد مشعة أو خطرة بتهدد المنطقة فهو دعوة إنه نحن نتدخل، وربطوها تماما كما حدث في العراق، إنه كان في مواد أسلحة دمار شامل، كان في حتى في إيران ربطوها إنه موضوع النووي الإيراني وإلى آخره، وهي دعوة إلى الغزو أو دعوة إلى التدخل. فأنا بشوف مثل كأنه الشيباني عم يقدم له هدية للإسرائيليين، إنه شوفوا شو عنا لحتى انتوا اذا بتحبوا تتدخلوا اهلا وسهلا. يعني بلد منهار، ما عنده كهرباء، ما عنده مواصلات، ما عنده ربطة خبز، ما عنده اي مقومات الحياة، عم يقول والله نحن بدنا نحتفظ بالنووي السلمي ومخلفات ارس الاسد بدنا نستفيد منها سلميا. كيف بدك تستفيد منها سلميا؟ ليش انت عندك اساسا قواعد لإنشاء لهي، أنت قادر أنك أنت تستفيد منها سلميا، أنت عندك المعدات لحتى تستفيد منها سلميا. مين هي الشركات والدول اللي رح تجي تستثمر معاك فيها لحتى أنت تحولها سلميا؟ أنت فقط عم تعطي إشارة، عم تعطي ورقة للإسرائيليين وتنبهون وللدول أجمع أنه في خطر متنامي على شكل أسلحة دمار شامل، على شكل أسلحة نووي مصغر وإلى آخره، ومواد مشعة قابل إنه بجيش جهادي اللي عم يشكله الجولاني إنه تستخدم مع الأطراف المعادية ظاهريا للدولة السورية الحالية اللي هي على أساس إسرائيل. أستاذة بدي استوقفك هون بس بنقطة صغيرة، يعني حتى لو في نووي في سوريا في هذا الوقت الحساس ليش عم تصرح عنه؟ ما في، يعني نحن عن جد، يعني أنا لفتري السؤال بيطرح حاله إنه بالفعل إذا في نووي في سوريا وعم بتصنع من أجل عم بتجهز لنووي من أجل استخدام سلمي وحق مشروع لكل الشعوب، هذا ما اختلفنا، بس ليش عم بتصرح في هذا الوقت؟ مين اللي دفعه وراء هذا التصريح؟ يعني والله بدك تشوف إنه هو ما بعرف إذا هو بميزان غباء هو عم يصرحه، ولا هل هو في دفشة تخادمية من قبل الأتراك إنه يصرحوا، لأنه ولا عاقل بالحياة بوضع سوريا الحالي بيصرح هيك تصريح. صح. وبيعاند، ما بيعاند، بيقول لك إنه نحن رح نحتفظ فيه ورح نحوله لشيء سلمي. ليش هلا استاذة شو مشكلة الإسرائيليين مع الإيرانيين؟ أمريكا ليش مختلفة مع إسرائيل؟ والحرب ليش على إيران؟ إيران بتقول بدها تملك سلاح نووي سلمي لأغراض سلمية، وإسرائيل بتقول لا هذول متطرفين، ونفس الحالة ربطوها استاذ كمال الاسرائيليين والامريكان، ربطوا يعني عملوا اسقاط على موضوع العراق اثناء غزو العراق والحرب اللي اتخذت، كانوا عم يسمعوا البث تبع وربطوها كانوا عم يسمعوا ربطوها بالحرب الحاليه اللي هي اتجاه ايران. صح انه هي كانت ذريعه لاسقاط نظام صدام حسين. يعني نعم. أنا المفارقة اللي بتطلع هيك أحيانا يعني بقرأ التعليقات الإسرائيلية أو الأمريكية على هيك مقالات بتنزل، بتشوف الفرق بالوعي بين المواطن الإسرائيلي والمواطن الأمريكي وبين المواطن السوري. يعني هو عرفان المواطن، أبسط مواطن إسرائيلي عرفان إنه الغرض من هذا التصريح، عم يقول لك بالضبط إنه هي invitation to invasion، يعني هي دعوة للغزو. عيدينا اياها استاذة بالله عليك، اسف بس بالله عيدينا اياها بالانجليزي مشان نحفظها. invitation to invasion. احفظوها كلها تكون invasion.
غزو ايه. انفيجن. انفيجن، ايوه يا انفيجن. كيفوا المتابعين، بدنا نعملها ترند. انفيتيشن تو انفيجن. دعوة للغزو. انفيجن، ايوه انفجنا كنا. نعم نعم، اسف كملي. ده انجليزي يا مرسي. انفيجن يا شيباني، صرت تفهم بالشيشاني يا شيشاني يا شيباني. العمى ما اغباك يعني. خرب يعني ديار سنتك. المواطن السوري البسيط بيطلع يخرب بيتك، شو بدنا بهالعلقه يعني؟ انت شو مفوتنا بهالمواضيع الكبيره؟ نحن دوبنا لك السرافيس بدمشق استاذ كمال، اذا بتتفرج عليها بتزعل عليه السرفيس، تتمنى تحمله وتمشي فيه، على قد ما انه مهتري وعلى قد ما انه منزوع وعلى قد ما انه سيء يعني. لسه جاي عم تحكي عن النووي السلمي، يعني شيء مضحك مبكي. تحمل السيرفيس اللي تعرف وصلك وانت ناوي سلمي. لا شو بغل. يا ربي دخيلك، والله صدقتي، اقسم بالله صدقتي، اقسم بالله السيرفيس واحد بيزعل عليه، لك المواطن واحد بيزعل عليه. الله يكون بعون العالم. انت جاي بتقول نووي سلمي؟ يعني مالك طبيعي، يعني انت شخص ما يعني. بس انا في شغله، يعني بعيدا عن هذا حاله الغباء، ما بظن غباء استاذي، ما بظن. لا اكيد هو ما اكيد له مو غباء، هو غباء ابدا. تصريح مدروس. مدروس، نعم. عم اقول لك المواطن الاسرائيلي البسيط، طبعا هن ما لهم بسطاء، نحن في فرق بيناتنا 3000 سنه صراحه بالوعي. والمواطن الامريكي فهم التصريح من باب سريع جدا، انه انت شو عم تعطينا سبب لحتى نتدخل؟ عشان نعمل انفيشن. فشو هالدفشة وشو هالتصريح وشو مبدعين بإعطاء الذرائع لإسرائيل. يعني أنا ما شفت أكثر من هيك إبداع. يتسارعوا الكل لحتى يعطوا الذرائع لإسرائيل. في احد المتابعين كتب تعليق رح انقل لك اياه، رح ارجع لهذا التعليق. متابع اسمه دبليو قال: استاذة امل، انه هي دعوة من الشيباني من اجل قصف الجولاني او اقالته، تنقرأ هيك بهذا الاتجاه في ظل صمت الجولاني على الخالص. هلا نحن بنعرف إنه الجولاني هو إسرائيلي بحت بشكل كتير كبير، وتجلى هذا الموضوع بهذا موضوع النووي وموضوع قصف المطار. ما في أي تصريح من مكتب الرئاسة اللي لا يسمى مكتب الرئاسة السورية أو الجولاني أبدا. المتكلم كان بهي الملفين هو الشيباني، والشيباني تابع لتركيا. صح. فهو حتى لو كان عم يشكل ضغط على الجولاني استاذ كمال، بنهاية الأمر الجولاني محمي إسرائيليا، ما فينا ننكر هذا الحديث. صح. لكن هو في إعطاء ذرائع للإسرائيلي لحتى يتدخل. حتى لو كان الشيباني عم يحاول هو والأتراك يعملوا لعبة على الجولاني وعلى أبو أحمد حدود اللي هو أنس خطاب، الإسرائيلي ما بياخدها بهذا الشكل. ما بياخدها إنه أنا بدي روح الجولاني والله وخلي الشيباني، لأنه فتح هيك ملف. فحتى لو كان في محاولة ضغط من الشيباني أو من تركيا على الجانب الإسرائيلي أو على الجانب الجولاني، فهو محاولة غبية جدا يعني. والله ما بعرف يعني. انا صراحه ربطته يعني حتى في ضغط على الجولاني كمان استاذ كمال، مو بس بهذا الملف. ومشكور اللي كتب السؤال، مو بس بهذا الملف ظهر جليا بضغط على الجولاني بقصة أنس خطاب والشاب اللي تم اعتقاله ومات تحت التعذيب بالمحاكمة اللي صارت اليوم. صح. كيف تم تبريء وزارة الداخلية منه. ونحن بنعرف أنه أنس خطاب والجولاني في صف واحد مقابل أبو قصرة والشيباني وإلى آخره.
فهاي عملية الضغط على وزارة الداخلية هو عمليا ضغط تركي على وزارة الداخلية التي تمثل أبو أحمد حدود، الملقب أبو أحمد حدود أنس خطاب، المحسوب على الوجه الغربي، المحسوب على الجولاني. فهن عم يحاولوا يضغطوا، يعني حتى بقلب الداخل السوري بين هدول الأطراف الحاكمة دمشق هي متصارعة، واحد بيمثل النظام الإسرائيلي وواحد بيمثل النظام التركي، لكن لحد هلا النظام الإسرائيلي هو اللي رابح يعني. وموضوع المحاكمة هي أثبتت إنه إخراج أنس خطاب ووزارة الداخلية من محور السؤال أو من محور تحميل المسؤولية على اللي صار بمخفر الحرثي. استاذي بدنا نعمل هيك، نرجع نعيد شوي تقييم. يعني هلا انت حضرتك او بدنا نحاول نأكد على هاي الفكرة اللي حكيناها من فترة طويلة ونرجع نذكر فيها. الجولاني زائد أبو أحمد حدود أنس خطاب هن في المحور الإسرائيلي حصرا، هن في الجناح الإسرائيلي. شو الدليل؟ الدليل إنه هن إخراجهم من العقوبات، من العقوبات هن الاثنين كان لهم كود، هن الوحيدين اللي كان لهم كود. تتذكروا إنه رفعوا الكود عنهم، شالوها من العقوبات هن اثنين. وبرجع بأكد إنه هن الاثنين فاتوا سوا من العراق. هو ليش اسمه أبو أحمد حدود؟ لأنه كان على الحدود العراقية السورية. الجولاني يعني رئيس الانتقالي والوزير الداخلية، هدول الاثنين يعملون في اتجاه المسار الإسرائيلي. طيب الطرف الثاني اللي في هاي العصابة اللي ضدهم هو الشيشاني، هذا الشيباني تبع الخارجية، وأبو قصرة تبع الدفاع. صح هيك أستاذة؟ ايه طبعا، هدول بيمثلوا الجانب الغربي وهدول بيمثلوا الجانب التركي، او ولاء تركي اكثر، انتماء لتركيا. الشيباني وابو قصرة هن رايحين بالاتجاه التركي، والجولاني وابو احمد حدود هن في الاتجاه الاسرائيلي. اعتقد الشيباني وابو قصرة بيحملوا الجواز التركي او الجنسية التركية. يا استاذ العناصر في الجيش الوطني كثير تسريبات قالت تحمل الجواز التركي. نعم نعم. هدول الاثنين لا أشوف بالقانون السوري ممنوع إنه يكون سفير أو دبلوماسي أو سياسي أو رئيس وزراء أو إلى آخره يكون عنده جنسية مزدوجة. ما هي الفكرة إنه سوريا كلها بالنسبة لتركيا هي مقاطعة. طيب هلا اللي عم نشوفه على الأرض في موضوع نقطتين بالمرحلة الأخيرة بالأسبوع الماضي، أو 3 نقاط خلينا نرجع نذكر فيهم. شو بتفهمي موضوع الخلية اللي تم إلقاء القبض عليها في القنيطرة؟ إنه خلية تتبع لداعش. وين أستاذ كمال؟ بالقنيطرة طالعوا على وزارة الداخلية قالوا إنه في خلية تتبع لداعش تم إلقاء القبض عليها. لأنه شو عملوا هن؟ قالوا إنه في خلية تتبع لداعش وتم إلقاء القبض عليها، وبتعلنها وزارة الداخلية على حسابها الشخصي على فيسبوك، وبيطلع الشاب هو صاحب جنسية ألمانية، وبتتدخل الدولة الألمانية بالموضوع، وبعدين بيطلعوهم، بتقدم اعتذار وزارة الداخلية إنه نحن بسبب اشتباه، وبيشيلوا البوست اللي نشر. هي إدانة بحق مين؟ هي إدانة بحق مين؟ أو إساءة بحق مين؟ أو ضربة لمين؟ وزارة الداخلية. لوزارة الداخلية. مين اللي وراها؟ الشيباني قولا واحدا. الأتراك يعني الجناح التركي هو اللي وراها. هي الجناح التركي. نعم. الجناح التركي طبعا. بغض النظر مين المتصرف بالأعمال حاليا، بس هو الجناح التركي. أيوة الجناح التركي. نعم تفضلي. إيه؟ لأنه أستاذ كمال موضوع الضغط على أنس خطاب كتير تكرر، يعني تكررت موضوع عمليات الاعتقال والموت تحت التعذيب بآخر فترة، تكررت موضوع هذا الخلية تبع داعش وطلعت مخربطين ومسحوه، تكرر موضوع إنه بيحطوا لك إنه قوى الأمن تبع أبو أحمد حدود إنه هي مثلا
ضربة العالم ببرزة لما طلعوا العالم صاروا يشتكوا لما عم يشيلوا لهم المخالفات، لما طلعوا بتل منين كمان نفس الشيء، يعني كله متمحور حول وزارة الداخلية، وعم يشيلوا وزارة الدفاع من الواجهة، يعني عم يطلعوا وزارة الدفاع من الواجهة، عم يحطوا دائما وزارة الداخلية بالوش إنه هي مسؤولة عن الاعتقالات، هي مش مسؤولة عن موضوع ضرب أو تضييق على المتظاهرين أو المطالبين بحقوق بسيطة من المياه لعدم تهديم العشوائيات بدون بدائل وإلى آخره. فبتطلع أنك أنت بالنتيجة أنه الضغط متركز حول وزارة الداخلية. طيب كيف كان الرد من الجولاني عليهم؟ بموضوع أنس خطاب، بموضوع يعني هذا الجناح التركي هو اللي عم بيضغط على الجولاني بإيقاع وزارة الداخلية اللي تتبع للجناح الإسرائيلي لأبو أحمد حدود، خلينا هيك نقول، ضغط تركي من أجل إسقاط هاي الوزارة بالفخ. بشغلتين تبلوروا بالفترة الأخيرة، المعتقلين اللي بالسجون عند وزارة الداخلية عم يفقدوا حياتهم، زائد هذا الفخ اللي عملوا له بالقنيطرة. هذا بضغط من الجانب التركي على الجانب الإسرائيلي أو الجناح الإسرائيلي في سوريا على وزارة الداخلية من قبل تركيا. رد الجولاني عليهم الجناح الإسرائيلي بتصفية 3 ضباط تركمان، وفي 3 ضباط يعني صحيح. ما حدا بيعرف ما حدا عم بيأكد منهم سيف بولاد، يعني ما حدا عم بيأكد معلومات عنهم إنه هو بتركيا ميت. طيب هن بيقولوا لك شيء، بيقولوا لك اعتقلون، شيء بيقولوا لك تحت الإقامة الجبرية، شيء بس العلم مؤكد إنه هن ليسوا على رأس منصبهم، يعني على الأكيد، بس مصيرهم مو معروف إن كان أبو عمشة ولا سيف بولاد ولا إلى آخره، لكن هن على الأكيد ما على رأس منصبهم، أو إذا هن لساتهم موجودين ضمن الوزارة أو هن مجمدين في مكان آخر غير قادر إنه يتصرف، وهذا الشيء تبين جليا من خلال هدول الموقفين 3 اللي حصلوا بالفترة الأخيرة. نعم. بشو بيذكرك تجميد بعض الضباط أو القيادات؟ بيذكرك بنظام الأسد لما جمد سهيل الحسن وجمد عدة ضباط بفترات لاحقة. صراحة أنا اللي هلأ عم شوفه بسوريا كتبوا لك المتابعين ببشار، اللي عم شوفه أنا هلأ بهاي المرحلة اللي عم نعيشها بالمجمل، المشهد رايح باتجاه 6 شهور الأخيرة قبل سقوط نظام الأسد. كيف كانت تركيا عم تضغط على الجولاني في شمال غرب سوريا. سهيل الحسن بفترات معينة كتير وتضخم خصوصي إنه طلع على روسيا وإلى آخره. بعدين فجأة آخر فترة زمنية كان في تجميد كامل لسهيل الحسن وبعض القيادات المعروفة بالأسماء، ما كان إلا دور على الإطلاق يعني بالداخل السوري ولا بالفرق تبعهم، يعني اختفى الاسم، وبعدين يقال انه هو تم تجميده وتم يعني قطع يده او تغيير منصبه والى اخره تماما. اللي الحركه يعني انا ذكرتني كثير بالحركه اللي صارت مع الالويه التابعين للجناح التركي مرحله قبل السقوط. وهاي الفترة شهر 5-6 2024 كتير طلع مظاهرات ضد الجولاني في مناطق شمال غرب سوريا، ضغط عليه من قبل الجانب التركي. طلعوا مظاهرات، ويوم ما قتل هذا شو اسمه صاحبه، قتل القتيل ومشي بجنازته، هذا العراقي نسيت شو اسمه هذا العراقي صاحبه اللي كان الكاسة تبعيته. كان في تحريك من الشارع اللي تابعين لتركيا، كان في ضغط كتير على الجولاني بحيث انه مظاهرات وضده، لانه كانت تركيا القحطاني كانت تركيا بدها تعمل مصالحة مع نظام الأسد، وكان الحديث عن معبر أبو الزندين. مين بتذكر معبر أبو الزندين؟ نعم صح، تفتح معبر أبو الزندين وتعمل علاقات مع نظام الأسد. تركيا كانت بتدفع بهذا الاتجاه، وحتى موالين الفصائل الموالية لتركيا وقفت في وجه الجولاني، ونحن بدنا نفتح وغصب عنكم. هذا الحكي 6 أو 7 شهور قبل ما يسقط نظام الأسد كان هذا الضغط على الجولاني. يبدو بعد انتهاء الملف العلوي في سوريا والملف الدرزي والملف الكردي بدأ الصراع فيما بينهم، رجعت حليمة لعادتها القديمة،
يعني ما عم نشوف تحريض على العلويين بشكل علني مثل ما كان قبل، ما في تحريض على الدروز بشكل علني مثل ما كان قبل، ما في تحريض على الكرد بشكل علني مثل ما كان قبل. هلا الصراع عم بصير في داخل مفاصل السلطة، في جناح تركي وجناح إسرائيلي، وكل واحد وكلابه في هالأرض. رح ينجح نعم. الجولاني في القضاء على الأتراك اللي في عصابته؟ هلا هو رح يتساعد بتقويض النفوذ التركي بشكل كتير كبير. الجولاني رح يساعدوه على القليلة بضرب الرؤوس. يعني الصغار ما كتير بقى بيكون لهم دور على قد ما مهم إنك أنت تضرب الرؤوس الضخمة. يعني كمان هذا بذكرنا بآخر فترات بشار الأسد لما كان عم يسلم مواقع المستشارين الإيرانيين وعم يعطيهم المواقع عم تضرب السفارة الإيرانية وإلى آخره. نفس الشيء يعني، بس بنهاية الأمر بيروحوا الاثنين سوا. لكن مهم جدا إنه إذا في شخصيات حساسة مثل مختار التركي، مثل شخصيات نحن ما بنعرفها بتركيا إلى وزن وإلى وضع استخباراتي معين، إنه الجولاني يتم يخبر عنهم أو يسلمهم للجانب الإسرائيلي لحتى يتم اغتيالهم. وما بستغرب هلا بالتصعيد القادم اللي أنا بشوفه هو عملية استنزاف. هلا بحكي عنه لهي الفقرة من هون لانتخابات نتنياهو، إنه يصير في عمليات اغتيالات لشخصيات معينة محسوبة على تركيا طبعا. صحيح صحيح. في حدا كتب من الأصدقاء إنه يعني بس التحريض لسه ما زال موجود على أبو سلمان، إنه التحريض ما زال موجود على قنوات سوريا، بس بدي أكد لك إنه مو مثل قبل. يعني فيك بتقول التحريض تجاه هلا مثلا الأقليات مو بين مثل قوسين مثل السنة خلينا الماضية. نقارن الوضع الحالي بوضع مقاطعة العلويين، حملة مقاطعة العلويين أو الهجوم عليهم بمناطقهم في دمشق، أو زيادة الخطاب الطائفي اتجاه الدروز. يعني ما انتهى، لكن خف خف نسبيا. نسبيا نسبة للسنة الماضية، نعم، نتيجة الصراع اللي حاصل عندهم. وهي المرحلة اللي حكينا عنها فترة كتير طويلة، إنه عزل السنة عن المتطرفين، وهذا اللي عم نعيشه هلا. السنة في سوريا مع إسرائيل يا قرابة شباب. السنتين أستاذ كمال، يعني ما خلوا شيء موبقة ما عملوها ارتكبوا. اتجاه الدروز والعلويين والمسيحيين والكرد والسنة المختلفين عنهم، ما خلوا شيء يعني. صحيح فبالنهاية كمان هن عم يتصارعوا بين بعض على مناصب، على مصاري، على نفوذ، على ولاءات استخباراتية. يعني أكيد في صراع بيناتهم واضح، يعني من عدد السيارات اللي بتشوفها، من عدد شفت الحال، من عدد التصريحات اللي عم تكون. بعدين اللافت للنظر أستاذ كمال تأكيدا على حكيك، انتبه شو عمل الشيباني من يومين، اجتمع مع كل هدول الإعلاميين اللي هن وجوه السلطة المحرضة. فهدول محطوطين معناتها بخانة تركيا، إنه تركيا إذا بدها تبعت رسالة أو بدها تعمل أي بلبلة تنشر هدول المحرضين. اللي اجتمع معهم أبو عائشة أو ما يسمى أسعد الشيباني، اجتمع معهم أعتقد بمبنى وزارة الخارجية، وهن كلهم وجوه المحرضين. يعني هن كلهم هدول مسلطين على رقاب السوريين بالخطاب الطائفي. فهدول غرفة واحدة كمان، مثل ما بنحكي إنه هن على جروب واتساب تنبعت رسالة بتلاقي الكل طرشها بصفحاته، كله بيحكي بنفس الموديل، كله بيحكي بنفس الموضوع. واجتمع معهم الشيباني. هدول كل المحرضين أو الفئة المحرضة اللي جاية بهذا الشكل هي تابعة لتركيا. في نقطة بدي أذكر شوي موضوع حيحو بالفترة الأخيرة. بتشوفي إنه كل اللي شاركوا في موضوع حيحو إن إلى المحرقة رح يسقطون؟ هلا هن كل ليش اللي ذكرت موضوع حيحو؟ لأنه هن ظهروا التحريض بشكل رح كتير يسقطوا، كبير. مو بس على حيحو. لا، ليش ذكرت موضوع حيحو؟ لأنه هن ظهروا بشكل كتير كبير وتفاعلوا مع القضية بشكل كتير كبير، وأي شخص تعاطى مع هذا الملف فهو إلى المحرقة. روح واجه مصيرك لحالك. أنا ما طلبت منك هيك، أنا ما طلبت منك تكون محرض في هاي الدرجة أو تجي تعمل من حيحو قضية. يعني هي مرحلة مثل ما بيسموها مرحلة حرق، خلص هالكرت تم استخدامه وراح.
تتذكري أستاذة في كتير شخصيات طلعت من أوروبا تحرض على العلويين، إذا بتتذكري فترة من فترات كلها اختفت. خطاب تحريضي يعني بعدين بشكل في شبه عندك يومي. لا، هن عم يطلعوا، كانوا موجات يعني وقت فترة العلويين طلعت موجة، إن كانت بأوروبا ولا إن كانت بدول أخرى. بفترة الدروز تبع جرمانة وصحنايا كمان طلعت موجة، بفترة تموز الأسود كمان طلعت موجة، بفترة الشيخ مقصود بوقت حلب، وبعدين معركة دير حافر وإلى آخره. مؤخرا واحد محسوب على السلطة طلع عم يقول إنه نحن بدنا من الحدود للحدود، ما بعرف شو بده يعمل بالكرد. يعني أنت بوقت الجولاني عم يكون خطاب، وخلينا بس نحاول نفرق إنه نحن بلد هلا انتقلنا من حركة فصائلية إلى فكر الدولة وإلى فكر مؤسساتي و عم تطلع أبواق أخرى عم تحكي بإنه اضربوهم، اقتلوهم، بعدوهم، بوقت الحكومة السورية عم تعمل اتفاقية الدمج مع قسد. فهن عم يكونوا غربلة أكيد، يعني لا شك إنه بمرحلة معينة رح يتم تصفية هاي الشخصيات. كمان أنا بشوفهم هن عم يلعبوا دور كتير كبير، فينا نقول إيجابي للشعب السوري، لأنه هدول الشخصيات هي عم تلم حواليها، كمان هن عم يكونوا مغناطيس، عم تلم حواليها كل مين بيتبع هذا الفكر أو بيتبع هذا أسلوب التعطش للدماء والتعطش للخراب والتعطش للفرقة، عم يلمون كمان يعني. فكويس إنهم يظهروا، كويس إنه الشعب السوري اتأكد تماما، يعني مراقب لكل هاي الحسابات ومراقب لكل هاي الأشخاص، وعرفانهم شخص إن كان بالحي تبعك، إن كان ببنايتك، إن كان جارك، إن كان على السوشيال ميديا، عرفانين إنه هذا الشخص لما سنحت الفرصة إنه يحكي بخطاب طائفي، لما سنحت الفرصة إنه يكون شرير لهالدرجة، أبدع. فكمان هدول رح يكون في لهم محاسبة. شيلك من موضوع الصحفيين أو ما يسمى إعلاميين، كمان الطبقة الثانية اللي لحقتهم كمان رح يكون لهم محاسبة بطريقة أو بأخرى، لأنه كله عم يتسجل على الدفتر. مثل كيف نحن شفنا إنه أي شبيحة أو أي شخصية كانت تشبه، غير إنه ما عم بحكي عن نظام الأسد، لكن عم بحكي عن الأطراف المدنية اللي كانت تشبه وتدعم البراميل المقدسة بين قوسين، وتدعم المجازر بحق المدنيين، وتدعم يا تلاحق، يا انضرب، يا اختفى، يا هرب، يا راح، يا أما سكت، يا أما كوع، يا أما. فهدول كمان إلهم حساب آخر. أتفق وبشدة على الموضوع اللي حضرتك حكيتيه، اللي متعلق بالفترة الأخيرة تبعيت بشار، ومنربطها بالفترة الأخيرة تبعيت الجولاني. يعني هون نتحدث عن قائد، عن رئيس دولة وعن معارضة، وهلأ عم نتحدث عن رئيس دولة وأيضا عن معارضة عم تنشأ له. فترة من الفترات كتير من السوريين لما كان يطلع واحد موجود في مناطق غرب الفرات أو في إدلب يطلع ضد الجولاني، كتير من المتابعين هون إنه أستاذ هذا ضد الجولاني، هذا عم يسب الجولاني، هذا عم يعمل هيك. أنا ما أتعاطف مع المشهد أبدا، ولا أتعاطى معه. حتى في واحد قتله الجولاني كان منشد هيك، له شعرات طويلة وكذا وهيك. السبب إنه هن واقفين ضد الجولاني ليس من منطلق وطني، واقفين ضد الجولاني ليس من منطلق وطني في شمال غرب سوريا، كانوا تلبية للطلبات التركية، تلبية للأيديولوجيا التركية في المنطقة. يعني إذا أنت بدك تدفش الجولاني من المشهد بدك تروح تنصطف ورا تركيا، وهلأ هذا نفس المشهد عم بيصير. أحد المتابعين سأل حضرتك إنه أستاذة منوقف مع الشيباني إلا منوقف مع الجولاني؟ نحن كمواطنين نحن لا منوقف مع الجولاني ولا منوقف مع الشيباني، نحن منوقف مع مصلحتنا الكبرى إنه الاثنين يطلعوا والاثنين يدمروا بعض. بيكون يفضل يعني إنه الاثنين يدمروا بعض واثنيناتهم نخلص منهم. يعني هلأ كشخص الجولاني أكيد بشوف إنه هو رح يتم إعطائه جائزة ترضية كما حصل لبشار الأسد، لكن نحن عم نحكي على الجمهور أو على المنظومة تبع الجولاني ومنظومة الشيباني معه. إنه نحن ما لنا واقفين مع طرف، نحن أشخاص هاي المنظومة المتطرفة
التي تتمثل بجمهور أبو محمد الجولاني أو بالجمهور التركي لا تتناسب مع تطلعات الشعب السوري اللي هو بيسعى لمواطنة وحقوق متساوية واحترام الأديان واحترام المعتقدات واحترام إلى آخره. فنحن ما بنوقف مع ولا طرف صراحة، بل نقف متفرجين ومبسوطين إذا هن الاثنين بدمروا بعض. أكيد لا شك.